عامل مصنع اليومين دول بنشتغل في تصنيع عصاير، تجهيز خامات سواء فاكهه فريش او فاكهه مجمده. شغال في مجال العصاير والفاكهه من 2004. كنت بشتغل في محلاتي الاول، بقيت بصنع زي ما يقولوا مدير المحل. مع الوقت بدات اطور في المحل نفسه واطور من المهارات بتاعتي. انتقلت من اني شغال في مكان عند حد ان افتح محل عصير. يعني ما كانش كله بادئ من المال الخاص بتاعي، واستلفت فلوس عشان اقدر اعمله. كان الوالد والوالده كانوا في مرض شديد، فكانوا عايزين رعايه خاصه كأن عنايه مركزه في البيت. كنت بقوم بشغل التمريض وشغل البيت وانزل اشتغل، او تكسر فلوس انك عشان تعمل بيها اي بيزنس لنفسك. الشغل انهار تماما. الناس كان عندها خوف شديد جدا من المنتجات الخارجيه، بقوا يخافوا يشتروا، مفيش مبيعات. بعد شهر واحد الشريك الجديد اختلف مع الشريك القديم، معيش راس مال، بل بالعكس انا عندي عليا ديون، معيش وسيله مواصلات عشان اجيب اسعار ارخص. مؤمنه بيه ومؤمنه بالفكره بتاعته، لا عشان التجار تحفظ شكلي. مفيش اي تطور خلال 5-6 سنين مثلا. انا داخل سوق انا ضعيف جدا فيه، يعني عندي شغف متابعه كل حاجه. كانت صفقه طالعه لواحد تصدير بره وتعطلت. يعني انت هتعمل اللي محدش عارف يعمله؟ انت هتعرف تنجح ازاي في وسط الكلام ده كله؟ اللي هو كله بيدور على الاستقرار الوهمي. اولا هو بيحط ماده حافظه. الفاكهه دي لو الكميه بتاعتها زادت، الماده الحافظه مش هتعمل حاجه. تروبيكال بقت مزيج من محلات عصير لشركه توريدات عموميه لمصنع في المنطقه الصناعيه بره بيقوم بكل الشغل ده، توريد شغل بقى للمحافظات، وان شاء الله نصدر كمان. اكون معاكم في BTS توكس بودكاست أسامة الباني.